بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا اللسان العربي بأن أنزل به كتابه المبين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وشرفه بأن جعله لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إليه، وأنزل به هذه الشريعة الخاتمة التي أنزلها الله للثقلين كافة. ولو نزل هذا القرآن وهذه الشريعة بلغة أخرى غير العربية من لغات العالم لصعب فهمها مع الزمن، لأن لغة العرب خصها الله بالركود والثبات. فأنتم الآن تقرؤون بعض الشعر الذي ستسمعونه وقد قيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد على 40 سنة. فامرؤ القيس توفي مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب40 سنة. فإذا قرأتم الآن قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كل هذا الشطر مفهوم لدى الصغار من الناطقين بالعربية، بخلاف ما لو أخذت شيئا من شعر الإنجليز في القرن الماضي أو الفرنسيين أو أي لغة أخرى، فإنك ستجده مستغلقا مستعجما لا يفهمه الناس بلغة التخاطب السائرة بينهم الآن. ولهذا فإن القرآن ليس خطابا للعرب وحدهم، بل هو خطاب لكل من بلغ، كما قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه تقوم به الحجة عليه، لأن الله يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وتولى الله حفظه بنفسه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه حفظ اللغة التي نزل بها، فهذه اللغة محفوظة بالقرآن الكريم وبأحاديث سيد المرسلين. وما يحتاج الناس إليه من اللغة العربية سيبقى سائرا بينهم، ولو كان غريبا في لغة التخاطب في بعض الأوقات، كبعض الكلمات التي جاءت في القرآن ولم تعد مستعملة في لغة التخاطب اليوم، كالقسورة والأب ونحوهما من الألفاظ القرآنية التي لم تعد موجودة في لغة التخاطب، فتعرف بأنها من الغريب. ومعنى الغرابة فيها أنها لم تعد موجودة في لغة التخاطب. فالغرابة تطلق في مصطلح أهل البلاغة على أمرين: الأمر الأول عدم فشوها في لغة التخاطب، والأمر الثاني صعوبة اللفظ ووحشيته. فالصعوبة والوحشية منافية لأصل الفصاحة، فلذلك لا يوجد في القرآن شيء من الألفاظ المستوحشة. فالألفاظ المستوحشة مثل الجرشة ونحوها مما هو مستغرب في لغة العرب. وقد كان كثير من العلماء يعتنون بالمفردات الوحشية ولو لم تكن واردة في الكتاب ولا في السنة، حفظا لهذه اللغة عموما. وقد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبر بأباخسك، واجعل جحمتيك إلى قيهلي، حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها في حماطة جلجلانك. وقد سئل عن معنى هذا الكلام محمد ويعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس، سأله أهل اليمن تفسير هذه الكلمات فقال: ألصق معناه ألزق، روانفك معناه عضرتك، بالجبوب أي بالصلة، وخذ المزبر أي المسطر، بأباخسك أي بشناترك، واجعل جحمتيك أي حندورتيك، إلى قيهلي أي إلى أثعباني، حتى لا أنغي نغية أي حتى لا أنبس نبسة، إلا أودعتها إلا أوعيتها، في لمضة رباطك أي في حماطة جلجلانك. ففسر الغريب بغريب مثله، وهذا من اقتداره وبلاغته. ومعنى الكلام ألصق روانفك معناه ألصق ما تجلس عليه من مؤخرتك بالأرض حتى تكون متمكنا لا تتحرك، وهذا أثبت للكتابة. والروانف أعالي الوركين، ومن ذلك قول عنترة: متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار. والجبوب قشرة الأرض وأعلاها، ومن ذلك قول امرئ القيس: فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي. وخذ المسطر، والمسطر هو القلم لأنه يسطر به أي يكتب به.
بأباخسك وهي رؤوس الأصابع، فإذا أمسكه بيده بكاملها صعب التصرف فيه بالكتابة الدقيقة. واجعل جحمتيك إلى قيهلي، معناه اجعل عينيك إلى وجهي، والقيهل الوجه، حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي طلقتها من مذاقي إذ وثقت بها، والعجب أصل لما في النفس من داء. فالقيهل الوجه، حتى لا أنغي نغية، معناه حتى لا أنطق أي نطق إلا أودعتها، معناه حفظتها في حماطة جلجلانك، معناه في سويداء قلبك. والمقصود أن الكاتب من الأولى أن يحفظ ما يكتب، فإذا كان ينتظر الكلمة بعد الأخرى ولم يستوعب المعنى ربما أفسد الكتابة وأخطأ فيها. وعلم مفردات اللغة مما يعين على تدبر كتاب الله وتفهمه، فالله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وذلك مقتض لوجوب تدبر كتاب الله. والتدبر معناه أن تنظر ما بدبر اللفظ، معناه ما وراءه من المعاني، ولا يتم ذلك إلا بالتفهم. والتدبر له مستويان: مستوى العامة وهو يشمل غير الناطقين بالعربية، فمستواهم من التدبر المحبة، أن يحبوا هذا الكلام لأنه كلام الله. والمستوى الثاني تدبر المعاني وتفهمها. والقرآن 4 أقسام من ناحية التدبر. القسم الأول ما يفهمه جميع الناطقين بالعربية صغارا وكبارا طلبة للعلم أو معرضين عنه، وذلك مثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلو سألت أي صبي عن معنى قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لاستطاع تفسيرها. ومثل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يفهمه الناطقون بالعربية على وجه السليقة، فيحل لكل إنسان تفسيره. كل إنسان من الناطقين بالعربية يحل له تفسيره. النوع الثاني ما هو من غريب اللغة، فيحتاج فيه إلى الرجوع إلى مفردات اللغة، فمن كان من أهل علم المفردات يستطيع شرحه وبيانه، ومن لم يكن منهم يرجع إلى المعاجم التي دونت فيها مفردات اللغة، مثل ما ذكرنا في قوله: وفاكهة وأبا، وفي قوله: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لم يعد مستعملا في لغة التخاطب من اللغة العربية يرجع فيه إلى معاجم اللغة. القسم الثالث ما كان مما يتضمن الأحكام وتستنبط منه المعاني، فهذا يختص بأهل العلم والراسخين فيه، لأنهم المؤهلون لفهم كلام الله. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن كان من العالمين فهو أهل لأن يتفهم ذلك. وذلك مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما معنى اغسلوا؟ هل يدخل في الغسل الدلك، في مسمى الغسل الدلك، أو الغسل هو صب الماء فقط؟ كل ذلك محتمل، والمرجع فيه إلى الراسخين في العلم. ما معنى الوجه في وجوهكم؟ هل يدخل فيه ما بين العذار والأذن؟ هل هو من الوجه الذي يجب غسله؟ هل يدخل فيه داخل الفم وداخل الأنف، فتكون المضمضة والاستنشاق واجبتين بناء على أنهما داخلتان في قوله فاغسلوا وجوهكم؟ أو يختص ذلك بالأنف فقط لأنه غير مسدود، ليس له سداد يسده بخلاف الفم فله سداد يسده، فالوجه هو ما يقابلك من الإنسان عند مواجهته. وإذا واجهت إنسانا عاديا لن ترى ما بداخل فمه عادة، لكن الأنف يمكن أن ترى ما بداخله لأنه مفتوح دائما لا سداد له. فلذلك أوجبت طائفة الاستنشاق دون المضمضة، وأوجبت طائفة الاستنشاق والمضمضة معا في الوضوء والغسل، وأوجبت طائفة
المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، وفصلت طائفة فأوجبت الاستنشاق دون المضمضة فيهما في الغسل والوضوء بناء على حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر. فليجعل في أنفه ماء ظاهر الأمر الوجوب، وهكذا. فهذا النوع يصلح له الراسخون في العلم، هم الذين يفهمونه. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل المرفق داخل أو خارج؟ الغاية التي بعد إلى التي مع إله هل هي داخلة فيما يجب غسلها وهي خارجة عنه؟ المرجع في هذا إلى الراسخين في العلم. القسم الرابع هو ما كان من الخفي كالمتشابه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهو معجز، فيكون الحظ فيه لمن رزق فهمه، فيمكن أن يكون خفاؤه مستمرا كفواتح السور: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، كاف ها يا عين صاد قاف نون حاميم طاسين طاسين ميم. هذه فواتح السور هي من المتشابه الذي يقول الله فيه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كذلك قد يرد التشابه في غير ذلك من القرآن ثم يأتي البيان، فقد يكون اللفظ وقت نزوله متشابها خفي المعنى، ولكنه يتعلق بحادثة ستقع، فإذا وقعت زال عنه التشابه، كالوعد المستقبلي. فأمور القيامة وأمور الجنة والنار ونحو ذلك فيها تشابه لأنها خفية الدلالة، ولا يمكن أن تنكشف لنا حقيقتها إلا برؤيتها. إذا حشرت إلى القيامة عرفت كيف يمكن أن يجري الناس على الصراط وهو أرق من الشعر وأحد من السيف، لكن لا يمكن أن تدرك ذلك الآن بعقلك، فهو من المتشابه في حقك الآن. كذلك ما في الجنة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يمل، وما في النار نعوذ بالله من المذلة والهوان والأذى، كل ذلك لا يمكن أن يدركه العقل الآن، فيبقى من المتشابه حتى ينكشف عنه الحجاب يوم القيامة. وكذلك بعض صفات الباري جل جلاله، فإن الإنسان قد يفهم معنى الصفة في اللغة ولكنه لا يمكن أن يعرف كيفها، فكيفها متشابه لا ينجلي إلا عند رؤية الباري جل جلاله يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحينئذ سينكشف لك ما خفي عنك من الكيفيات التي لا يمكن أن يدركها العقل اليوم. وكذلك في الأحكام قد تأتي الآية في وقت من الأوقات ولا يعرف معناها في ذلك الوقت لأن حكمها لم يحن بعد، ثم تنجلي فيما بعد. فمثلا يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ظاهر هذه الآية الوعيد على أمرين: الأمر الأول مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما جاء به، والأمر الثاني مشاقة المؤمنين ومخالفة سبيله. في العهد النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من المتشابه، لأن سبيل المؤمنين في حياته ما هو إلا ما جاء به. لكن لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم زال عنه التشابه، فعرفنا أن سبيل المؤمنين هو الإجماع وإجماعهم غير معتبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم. فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، فهو الرسول المعصوم المبلغ عن الله. وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، فعلم أن الإجماع لا اعتبار له إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فزال التشابه عن سبيل المؤمنين بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الأمر وعدا يتعلق بالمستقبل فيزول عنه التشابه بحصوله، كقول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لما نزلت هذه الآية وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في عمرة الحديبية ظنوا أنهم سيدخلون المسجد الحرام في ذلك العام،
ولكن الواقع أن الآية تشير إلى أنه ليس في ذلك العام، فالآية فيها فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك أي من قبله فتحا قريبا وهو فتح خيبر، فهو ممهد لفتح مكة. فاليهود كانوا يؤازرون أهل الشرك ويساعدونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويعينونهم بالمكائد والمال، فلا يمكن أن تفتح مكة قبل أن يضرب اليهود ضربة قاضية على شوكتهم وما لديهم. فلذلك قال فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فلذلك تحقق هذا الدخول في العام القابل في ذي القعدة بعد عام كامل، وذلك في عمرة القضاء. فكان عبد الله بن رواحة يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. ضربناكم على تنزيله قبل أن نفهمه وهو منزل فقط، واليوم نضربكم على تأويله بعد أن تحقق. وتعلم علم مفردات اللغة العربية مما لا بد منه في تفهم كتاب الله وفهم أساليبه وتركيبه. ولو لم تكن المفردات كلها واردة في القرآن فإن التركيب متشابه، تركيب الجمل، هذه جملة كبرى وهذه جملة صغرى، هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية، هذه الجملة استعمل فيها الظاهر وهذه استعمل فيها الضمير، هذه مفسر الضمير فيها كل أو جزء أو نظير، وهذه مفسر الضمير فيها سبق ذكر ونحوه. هذه أمور تتفق فيها تركيبات اللغة العربية. فلذلك احتيج إلى حفظ لسان العرب، وكان فرضا من فروض الكفايات دراسته. ولسان العرب أي لغتهم إنما يعرف بثلاثة أمور: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب الأقحاح. الأقحاح معناه الفصحاء، والعرب الأقحاح إنما تعرف فصاحتهم بتاريخهم. فمن كان من أهل الجاهلية قبل فتح مكة، كل الناس في أرض الجزيرة قبل فتح مكة فهم عرب أقحاح، وكل ما قالوه فإنه يستشهد به ويستدل به شعرا كان أو نثرا. بعد قيام دولة الإسلام بالمدينة بدأ التغير، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فاختلف هل شعراء الصدر الأول وخطباؤه يستدل بهم أو لا، والراجح أنه يستدل بهم جميعا إلى دولة بني أمية. فعصر الخلفاء الراشدين لم يتغير فيه شيء عن العهد النبوي، والذين كانوا في أيامهم من الشعراء وإن كانت الحضارة دبت إليهم، الذين استقروا في الشام والذين استقروا في العراق دبت إليهم الحضارة ورأوا ما لم يكن معهودا لديهم في باديتهم، لكن مع ذلك بقيت لغتهم صحيحة. وقد بدأ التغير في اللغة في أيام الخلفاء الراشدين. فيروى أن عمر رضي الله عنه مر بصبيان من أهل المدينة يلعبون بالنبل فيخطئون، فتعجب من خطئهم وشق عليه، لما رأوه شق عليه خطأهم في الرمي قالوا نحن متعلمين يا أمير المؤمنين. قالت الله لخطأكم في ألسنتكم أشد علي من خطئكم في أيديكم. ويروى أن أبا الأسود الدؤلي وكان من التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه دخلت عليه ابنته فقالت ما أشد الحر؟ فقال أيام ناجر. قالت أنا متعجبة لا مستفهمة. قال ما هكذا يقال، بل قولي ما أشد الحر. فذهب إلى أمير المؤمنين علي فقال أدرك اللغة فقد فاتت، فأمره أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كلام العرب على 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى غير ذلك، وفي الكلام ظاهر ومضمر ونحو هذا النحو يا أبا الأسود. فكان ذلك بداية اهتمام المسلمين بعلوم اللغة، فأول علوم اللغة علم النحو، ثم بعده علوم المفردات، ثم علوم التراكيب، وهكذا. وقد أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
بحفظ أشعار العرب، واعتنى بها عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحفظ 12,000 بيت للبيد بن ربيعة العامري وحده. وقد أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستنشده بعض أصحابه. فقد جاءه رجل من أهل الطائف فاستنشده من شعر أمية بن أبي الصلت، فأنشده قصيدة فقال هيه أي زد، فأنشده أخرى فقال هيه، فأنشد حتى أنشده 7 قصائد فقال لقد آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. وكان يستنشد أبا بكر رضي الله عنه بعض الأشعار، فلما مر برجل ينشد والمجد خالصه لعبد الدار التفت إلى أبي بكر فقال أهكذا قال الشاعر؟ قال لا، بل قال والمجد خالصه لعبد مناف. وكون الله سبحانه وتعالى لم يجري الشعر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ليس نقصا للشعر، بل المقصود أنه قطع لحجة الخصوم والأعداء، فلو كان شاعرا لزعموا أن القرآن من إنشائه، فقد رد الله ذلك عليهم. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لارتاب المبطلون معناه لو كان كاتبا أو شاعرا لارتاب المبطلون وهم أعداء هذه الدعوة. لذلك قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ومع ذلك فقد كان يجري على لسانه بعض ما هو متزن، كقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكقوله هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ولذلك قال عدد من العلماء ومنهم القرطبي وابن العربي الرجز المنهوك لا يدخل في مسمى الشعر، لأنه جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزهه الله عن الشعر. وقد بين هذه النكتة ابن الوناني في أرجوزته المشهورة بالشمقمقية، حيث قال في الشعر وإن أردت يقول ما هو إلا كالكتابة وما فضلهما إلا كشمس الأفق، وإنما نزه عنهما النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق. إنما نزه عنهما الكتابة والشعر النبي ليدرك الإعجاز بالتحقق. وقد اشتهر من شعر العرب في الجاهلية قصائد لقبت بالمعلقات، إما لأنهم كانوا يعلقونها على صدورهم استحسانا لها وسعيا لحفظها، فكان يحفظها الكبار والصغار، ويقال إنهم كتبوها في رق وعلقوه على الكعبة، وكانوا إذا عظموا شيئا علقوه على الكعبة. يمكن تسد هذه. وقد اختلف في عددها، فذكر بعضهم أنها 6 قصائد، وذلك أن 6 من الشعراء كانوا فحولا في الجاهلية فاشتهروا بذلك، وهم امرؤ القيس الكندي، والنابغة الذبياني، وعلقمة التميمي، وزهير بن أبي سلمى المزني، وطرفة بن العبد البكري، وعنترة بن شداد العبسي. فهؤلاء 6 كانوا فحول الشعراء في الجاهلية، وهم أشعر الشعراء الجاهلية وأشهرهم. ولذلك جمع عدد من العلماء أشعارهم كالأعلم الشنتمري الأندلسي، وقد اشتهر جمعه لديوان ال6 الجاهليين. وقال بعضهم بل لهؤلاء معلقات كغيرهم، فزاد عليها معلقات أخرى، فزادوا على هؤلاء 6 الحارث بن حلزة اليشكرية، وهو من بني بكر بن وائل أيضا، وعمر بن كلثوم التغلبية، والأعشى ميمون بن قيس أيضا. وبعضهم يضيف إلى هؤلاء عبيد بن نعم لا
لا ليس عبيد النبرس، لا عبيد قصيدته أغفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب راكس فذعالبات فذات وتقين في الجنوب. وكذلك أضاف بعضهم إليهم لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه. ولهؤلاء قصائد مشهورات. أما الأعشاف قصيدته المشهورة مطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل هل تطيق وداعا أيها الرجل. وأما لبيد فقصيدته مطلعها عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها. والحارث بن حلسة اليشكري مطلع قصيدته آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء آذنتنا ببينها ثم ولت ليت شعري متى يكون اللقاء بعد عهد لنا ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء فالمحيات فالصفاح فأعناق فتاق فعاذب فالوفاء. وعمرو بن كلثوم معلقته مطلعها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. وعبيد معلقته مطلعها أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب فراكس فذعالبات فذات وتقين فالجنوب قد بدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب. وقد اختار الخطيب التبريزي أنها 10 قصائد وسماها 10 الطوال شرحها. واشتهر لدى بعض المتأخرين هذا الاختيار وبعضهم اختار منها 7 فقط. ولم يختلفوا في أن المقدمة من هذه القصائد قصيدة امرئ القيس، وهو شاب من أولاد الملوك من كندة من أهل اليمن. وكندة إحدى القبائل 10 التي نسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سبأ بن يشجب وابن يعرب وابن قحطانة، فهي 10 قبائل 6 منها يمانية و4 شآمية. فالست التي بقيت في اليمن هي حمير ومذحج وكندة والأشعريون وأنمار والأزد. والذين تشاءموا أي اتجهوا إلى شمال الجزيرة العربية 4 قبائل هي غسان ولخم وجذام وعاملة. والحديث عند الترمذي في سننه. وقد نظمه البدوي رحمه الله في عمود النسب في أنساب العرب حيث يقول لسبأ بن يشجب بن يعرب سليل قحطان قريع العرب نسب خير مرسل بنينا 10 الأزد الأشعرينا وحميرا ومدحجا وكندة أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا ومن تشامله غسان لخم وجذام عاملة. وكندة كانوا وزراء الملوك من حمير وهم الذين يلقبون بتبع. وقد اشتهر منهم عدد من الملوك حكموا فيما بعد، ومنهم آكل المراري وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأمهات. وما من قبيلة معروفة من العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خؤولة معروفة إلا قبيلة واحدة وهي قبيلة تغلب، فلا تعرف له أم من تغلب. لكن كل القبائل العربية الأخرى له فيها خؤولة معروفة. قد عرف من أمهاته 520 أما ليس فيها واحدة من تغلب. وكان أبوه وهو حجر مملكا على بني أسد وهم بنو أسد بن خزيمة، هي قبيلة معروفة بكثرة العدد والشجاعة. ومن هذه القبيلة من الصحابة آل جحش أم المؤمنين زينب بنت جحش وأخوها عبد الله بن جحش المجدع وأختها حملة بنت جحش وأختها حبيبة بنت جحش وأختها أيضا أخوها أقصد أبوها أحمد بن جحش الضرير وأخوها عبيد الله بن جحش الذي كان زوجا لأم حبيبة أم المؤمنين فتنصر بالحبشة ومات بها. ومن هذه القبيلة كذلك عكاشة بن محصن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من غير حساب ولا عذاب.
ومنها طليحة بن عدي الذي كان يوزن ب1000 وهو من المقاتلين المشاهير. وكان حجر يأخذ ضريبة على بني أسد كل عام فيرسل إليهم رسولا يأخذ من خيار أموالهم، وذلك أن ملوك كندة كانوا يعتمدون على علاقتهم بكسرى، فغير كسرى مكانهم منه وجعل مكانهم المناذرة، فملكهم على الحيرة وهم ملوك لحم، فضعف ملك كندة على قبائل العرب، فامتنع بنو أسد من دفع الضريبة إلى حجر إلى رسوله، قالوا له: فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي المضاجع، فإنك دون المال ذو جئت تبتغي ستلقاك بيض للنفوس قواطع. ويروى البيتان على رواية مختلفة وهي: فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم فإن المشرفي الفرائض، فإنك دون المال ذو جئت تبتغي ستلقاك بيض للنفوس قوابض. فغزاهم فأنكى فيهم وقتل منهم وأسر، ثم إنه رحمهم بعد أن أنشده أحدهم شعرا يسترقه فيه، فأطلق سراحهم فقتلوه غيلة. وكان فرق أولاده في أهل نجد، وابنه امرؤ القيس أمه من بني تغلب وهي أخت كليب الذي كان ملكا لبني تغلب، وبسببه قامت حرب البسوس المشهورة. وخاله مهلهل المشهور بشعره في الجاهلية وهو أخو كليب الذي رثاه بقوله: أليلتنا بذي حسوم أنيري إذا انتهيت فلا تحوري، من أشهر قصائد الرثاء في الجاهلية. وكان امرؤ القيس ماجنا سفيها يشتغل بالخمر ونحو ذلك، وكان مولعا بالصيد واللعب. فلما قتل أبوه انتبه من غفلته وأراد الأخذ بثأره فلم يوفق لذلك، وإن كان قد أصاب بعض القتل في بني أسد، ولكنه كان يريد أن يفني فيهم مقتلة عظيمة فلم يوفق لذلك، فذهب إلى ملك الروم وهو قيصر بالقسطنطينية وهي اسطنبول، وتكلف العناء في هذا السفر الطويل الذي يقول فيه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقنا أننا لاحقان بقيصر. ولكن جرت مشكلة له في أرض الروم، وذلك أنه رأته إحدى بنات الملك فأحبته وأحبها وقال فيها شعرا، فنقل ذلك إلى الملك فأراد التخلص منه بعد أن أكرم وفادته وأعطاه مالا وجيشا، فأعطاه حلة مسمومة فلما لبسها أصابته حكة فكانت فيه قروح في جسده يقول فيها: فلو أنها نفس تموت جميعها ولكنها نفس تساقط أنفسا، فكانت أعضاؤه تساقط حتى مات. وهذه القصيدة التي اشتهرت بالمعلقة من شعره فيها كثير من مفردات اللغة وتراكيبها الراقية، وإن كان مضمونها سيئا ومعناها العام لا يخلو من قبح، لكن مع ذلك لا يقصد بها تلك المعاني التي فيها، وإنما يقصد بها الألفاظ والتراكيب، فهي مقومة للسان معينة على فهم القرآن، وهذا حد الغرض منها. يقول في مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. قفا هذا أمر الاثنين وهما صاحباه، وقد يكون قصد به أمر نفسه، والعرب تنزل الواحد منزلة الاثنين إذا خوطب. وهنا تفهمون أن هذا الأسلوب وارد في القرآن ولو لم يرد فيه هذا اللفظ. لم يرد في القرآن قفاء، لكن جاء في القرآن: القيا في جهنم كل كفار عنيد. القيا هذا خطاب لمالك خازن النار، فقال: القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد.
فهنا جاء الخطاب للواحد بصيغة الاثنين. ونظيره قول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أزدجر وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. فإن تزجراني يا ابن عفان، الخطاب لعثمان رضي الله عنه وحده، قال: فإن تزجراني يا ابن عفان أزدجر وإن تدعاني، هو واحد، أحمي عرضا ممنعا. نبكي، هذا مجزوم، هذا الفعل مجزوم في جواب الطلب، لأن الطلب في قوة الشرط، والشرط يجزم جزاؤه، لأن أصل الكلام إن تقفا نبكي. أنا إذا وقفتما على هذا الربع نبكي شوقا إليه وتذكرا لمن كان فيه. ما سبب البكاء؟ من ذكرى حبيب ومنزلي. من ذكرى، والذكرى معناها التذكر، ولذلك قال الله تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكرى لأولي الألباب. والحبيب معناه المحبوب، من حبه يحبه، مضارعها مكسور شذوذا. والأكثر استعمال الرباعي فيها، يقال: أحبه يحبه فهو محبوب. وقد يقال فيها محب، كما قال عنترة: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. ومنزلي معناه من تذكر الحبيب ومن تذكر منزله، منزل ذلك الحبيب. والمنزل مكان النزول، فيقال نزل القوم بالتعدية، ويقال نزل بالقوم، ويقال نزل على القوم، فتتعدى بنفسها وبالباء وبعلى. وذلك أن الذي يقطع المسافة عادة يكون راكبا، فإذا أراد النزول، إذا أراد الاستقرار في مكان نزل عن مركوبه، فالمكان الذي ينزل فيه يسمى منزلا. بسقط اللواء، هذا المكان الذي فيه هذا المنزل هو سقط اللواء، والسين مثلثة، يقال سقط اللواء وسقط اللواء وسقط اللواء، وهو منقطعه. واللواء الرمل الملتوي. بين الدخول فحوملي، مكان هذا المنزل ومكان منعرج اللواء هو بين الدخول فحوملي. الدخول بفتح الدال مكان معروف في غربي نجد، وحومل كذلك مكان معروف في غربي نجد. والأصل أن بين يعطف ما تكون بينه من المواضع بالواو، فيقال بين الدخول وحومل، لكنه هنا قال بين الدخول فحومل، فاختلف في المعنى، فقيل بين الدخول نفسه، فالدخول مكان متسع في المنزل وبينه، ثم بعد ذلك فحومل معناه في داخل حومل أيضا منازل أخرى، فلهذا عطف. وإلا لو كان المنزل متوسطا بين الدخول وحومل لقال بين الدخول وحومل، ولم يقل فحومل. وبين ظرف لهذا المنزل، فحدده بأنه بسقط اللواء، وحدد ذلك اللواء وإن كان غير معروف بأنه بسقط اللواء أنه بين الدخول فحومل. وبين من الظروف التي تكرر عند العطف إذا كانت أولا مضافة إلى الضمير، تقول بيني وبينك، بيني وبينك، فلا تقول بيني وفلان، فالعطف فيها على الضمير تعاد معه. لكن في الاسم الظاهر إذا قلت بين الدخول لا تقول وبين حومل، إلا إذا قصدت البينية في داخل المكان كل واحد من المكانين. فتوضح، وهذا مكان آخر وهو قريب من الدخول وقريب من حومل. فالمقرات، المقرات بكسر الميم اسم مكان أيضا، وقيل هي مكان اجتماع الماء من قراه يقريه بمعنى جمعه، ومنه القرآن لجمعه للمعاني. ومن ذلك قول شاعر جرهم: صاحي هريت أو سمعت براع الرد في الضرع ما قرا في الحلاب، قرا بمعنى جمع،
لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال. يقول إن هذه المنازل كلها لم يعفر اسمها لما نسجتها، معناه بسبب ما نسجتها من جنوب وشمال، وإنما حصل لها ذلك من بعد العهد بأهلها. فهذه المنازل لم يبق منها إلا آثار قليلة، وليس ذلك ناشئا عن كثرة تعاقب الرياح عليها جنوبا وشمالا، فالجنوب التي تأتي من جهة الجنوب والشمال التي تأتي من جهة الشمال، وجعل تعاقب الرياح كالنسج، فهذه تأتي بالسوافي ثم تأتي الأخرى بالسوافي فوقها ثم تأتي الأخرى بالسوافي فوقها، فشبه ذلك بالغزل بالنسج الذي يجمع بين السدى واللحمة، فيلحم الناسج ثم يسدي ثم يلحم أقصد، فالسدى ما كان على الطول واللحمة ما كان على العرض. وفاعل نسجتها ضمير مستتر يعود على الرياح ولم تذكر، ولكنها مفهومة من قوله من جنوب وشمال، وهذا أسلوب قرآني معروف، كما في قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فالضمير في قوله فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا يعود على المكان وهو غير مذكور، ولكنه فهم من العاديات فإنهن لا يعدين إلا في مكان. ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. يصف هذه الديار فيقول ترى أيها الرائي، ولا يقصد به شخصا بعينه، وهذا أسلوب قرآني تكرر في القرآن كثيرا، ولكن كثيرا من المفسرين أخطأ فيه، فتجد بعض المفسرين يفسر قل هو الله أحد فيقول قل يا محمد هو الله أحد ونحو ذلك، وهذا خطأ، فليس الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب لكل من يسمع، معناه قل أيها السامع الله أحد الله الصمد. ولذلك فإن الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا يمكن أن يكون هذا خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله علم أن أباه وأمه ماتا قبل أن يبلغ عنده الكبر أحدهما ولا كلاهما، فقد مات أبوه وهو حمل على الراجح، وقيل هو ابن شهرين، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين على الراجح. لذلك قال إما يبلغن عندك أيها السامع الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والبعر هو رجيع الحيوانات، ويطلق على الصغير منه، فما كان كبيرا يسمى زبلا، وما كان صغيرا يسمى بعرا. والآرام الغزلان، واحدتها رئم في عرصاتها أي في باحات الدار، وقيعانها، فالعرصات جمع عرصة بالتحريك، والقيعان جمع قاع وهو المكان المستوي من الأرض. كأنه حب فلفل، شبه البعر بالفلفل بحب الفلفل في صغره وسواده، ولا يكون ذلك إلا علامة على التوحش، فالمكان إذا كان منقطعا عن الأنيس اجتمعت فيه الوحوش، وإذا كان مأنوسا مأهولا بأهله بالإنس لا تجتمع فيه الوحوش عادة. كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. التفت من الخطاب الذي كان فيه، فقد كان يخاطب صاحبه ويسأله الوقوف معه على عرصات الدار وبكاءها، وجعل يتحدث عن نفسه في مشهد قد مضى وانصرم، فقال كأني غداة البين، معناه يوم التفرق، والبين مصدر بان بمعنى غاب. يوم تحملوا معناه يوم تحمل أهل الدار وارتحالهم. ويوم البين كثيرا ما يتكلم عنه الشعراء لأثره النفسي،
فشدة الفراق على الناس مزعجة لهم، وكثيرا ما يكون ذلك في وقت الغداة فيبكرون من ديارهم ولا ينصرفون في وجه الليل إلا إذا كان السفر لخوف. فالسفر قسمان: رغب ورهب. فسفر الرغب عادة يكون في الغداة، وسفر الرهب قد يكون في العشية وفي الليل وفي كل الأوقات. ويوم ظرف لما بعده، وهو الجملة التي أضيف إليها، وهي تحملوا أي ارتحلوا. والتحمل تكلف الاحتمال، أي حمل الأثقال والأمتعة. ويوم إذا أضيفت إلى فعل معرب تعرب فتنصب على الظرفية كما هنا، وإذا أضيفت إلى فعل مبني كالفعل الماضي تبنى. ولكن قد لا يقع ذلك كما اختلف القراء في قول الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فقراءة الجمهور: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، بالإعراب لا بالبناء، ويوم مضافة إلى فعل معرب وهو ينفع. وانفرد نافع من بين القراء العشرة فقرأ: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالبناء، مع أن اليوم مضاف إلى فعل معرب، ولكن إضافته إلى الفعل المعرب تكون من جنس الشرط بالفعل المضارع. فإذا كان فعل الشرط مضارعا مجزوما فيمكن أن يكون فعل الجواب ماضيا مبنيا، وإذا كان فعل الشرط ماضيا مبنيا فحينئذ الأفضل جزم المضارع إذا جاء جوابا عنه، وقد لا يجزم، كقول زهير بن أبي سلمى: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. قال: وإن أتاه، ففعل الشرط هنا فعل ماضي وهو مبني. خليل يوم مسألة يقول، ولم يقل لا غائب مالي ولا حرم، فرفع الفعل المضارع في جواب الشرط الذي شرطه ماض مبني، لأن الشرط لم يؤثر في الفعل الأول فلا يؤثر في الثاني تبعا لذلك، وهذا على الاحتمالين. لدى سمرات الحي. والسمرات جمع سمرة، وهي إحدى السمر وهو الشجر المعروف، ونسبها إلى الحي، أضاف السمرات إلى الحي لأن الحي كان حلولا بينها. والحي المقصود به مجموعة من الناس يسكنون في مكان واحد، وإن كانت في الأصل من الحياة، وليس الحي كله حيا بمعنى بخيامه ومتاعه، ولكن المقصود الساكنة، فلذلك أطلق عليه الحي كإطلاق الرقبة على الإنسان وإطلاق الرأس من الحيوان على سائره. وهذا النوع من المجاز يسمى المجاز بالجزئية. يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظل. والناقف هو الذي يثقب الحنظل، فإذا فاحت رائحته سال دمعه من شدة فوح الحنظل. فالحنظل فيه حرارة شديدة تفوح منه كالبصل، فإذا فاحت انهمرت الدموع. فهو يصف بكاءه الشديد وسيلان دمعه، ويشبه حاله بحال الذي ينقف الحنظل. والحنظل نبات معروف شديد المرارة، وهو مخطط، هو ثمره مخطط، ففيه خضرة ويتخللها نقص في اللون وهو خطوط فيها، ولذلك يسمونه الحنظل الخطبان أي المخطط. ومن ذلك قول علقمة: يظل بالحنظل الخطبان ينقفه وما استطف من التنوم مخذوم.
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وقوفا حال، وصاحب الحال متأخر عنها، فتقدمت الحال على صاحبها، وصاحبها مرفوع وهو صحبي، وهو مبتدأ معناه صحبي وقوفا بها علي مطيهم، معناه أول حال أن صحبي كانوا وقوفا علي مطيهم، ومطيهم مفعول وقوفا. ومعنى ذلك أن أصحابه حبسوا مطيهم، وهي اسم جنس واحدته مطية وهو المركوب أيا كان، فهو قد جلس في الدار يبكي وهم وقفوا عليه مطيهم يقولون لا تهلك أسا تجملي. وسبق الحال لعاملها إذا كان مرفوعا أو منصوبا مشتهر في لسان العرب معروف في أساليب القرآن وغيره، ولكن سبقها لصاحبها المجرور بالحرف محل خلاف، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في قوله وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. فجمهور النحويين على منعه، وابن مالك قال ولا أمنعه فقد ورد، ويشير بقوله فقد ورد إلى بيتين من الشعر وهما قول الشاعر حلفت برب الراقصات إلى منى يمينا وفوق المقسمين رقيب، لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. لئن كان برد الماء هيمان صاديا حال، وصاحبهما إلي ياء المتكلم المجرورة بإلى، فتقدمت الحال على صاحبها المجرور بالحرف. والبيت الثاني هو قول الشاعر تسليت طرا عنكم بعد بعدكم بذكراكم حتى كأنكم عندي. طرا حال مصوب، وصاحب الحال هو المجرور عنكم، معناه تسليت عنكم طرا بعد بعدكم بذكراكم حتى كأنكم عندي. والصحب اسم جنس واحده صاحب، وقد اختلف في تمييزه، فقيل هو مصدر لأن فعلا هذه الصيغة صيغة المصدر من المعدى في أغلب الاستعمال، هذا الوزن وهو فعل في اللغة العربية أغلب استعماله للمصدر، فهو قياس مصدر فعل المعدى، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا كما قال ابن مالك. ومثله ركب، لكن المصدرية فيه اندرست فانتقل عن معناه الأصلي الذي هو المصدرية إلى الوصفية، فركب بمعنى راكبين، وصحب بمعنى مصطحبين. يقولون لا تهلك أسا تجملي، يذكر ما يقوله له أصحابه في تعزيته وتسليته عن بكائه، يقولون جملة حالية ولذلك لم تعطف، لا تهلك أسا وتجلدي، ينهونه عن أن يهلك نفسه أسا، والأسى معناه الحزن، معناه لا تهلك بسبب الحزن. وهلك مضارعها يهلك بالكسر، وقد استعمل فيها أيضا هلك يهلك بالفتح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالفصيح الكسر في الماضي والفتح في المضارع، هلك يهلك. وقد يستعمل العكس، وقالوا هلك، أقصد هلك يهلك أو هلك يهلك. لا تهلك أسا، والأسى هو الحزن، وفعله أسية، فعل أسية يأسى بمعنى حزن. وآسى بمعنى داوى، والآسي هو الطبيب المداوي. والإسى معناه الأدوية. ومن ذلك قول
أبي طيب المتنبي: عزيز إسم من داؤه الحدق النجل عياء به مات المحبون من قبل. عزيز إسم معناه عزيز دواء من داؤه الحدق النجل. وقد يزدري الآسي الدواء وهو قاتل وليس له في الخافقين دواء. الآسي معناه الطبيب. التجمل معناه أن يظهر الإنسان نفسه في حال جميل، والمقصود بذلك أن يظهر تجلدا ويخفي ما في قلبه من الحزن والبكاء. والتجمل مطلوب في كل الأوقات. وقد قال أبو الطيب المتنبي: الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع يتنازعان دموع عين مسهد هذا يجيء بها وهذا يرجع. وقد أخذ هذا البيت طرفة بن العبد بكامله، فقال في معلقته: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك سم وتجلدي. فغير الكلمة الأخيرة وهي القافية فقط. وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس معول. قد اختلفت رواية الرواة لهذا البيت، فقد جاء فيه: وإن شفائي عبرة مهراقة، وجاء فيه: وإن شفاء عبرة مهراقة، وجاء فيه: وإن شفائي عبرة لو سفحتها، وجاء فيه: وهل عند رسم دارس معول، أو فهل عند رسم دارس معول. والمعنى متقارب. يقول: إن شفاءه من حرقة الحزن والأسى في قلبه هي أن يبكي فيخرج بلابله، كما قال أبو بكر بن دريد في وصف احتراق الباطن وابتلال الظاهر من الحزن. هذا المعنى كثر تناوله في الشعر، فيقول أحد الشعراء: كأن عيني وقلبي بعدكم طرفا غصن من البانة الخضراء فينان يسيل جانبه ماء إذا اشتعلت نار مؤججة في الجانب الثاني. كأن عيني وقلبي بعدكم طرفا غصن من البانة الخضراء فينان يسيل جانبه ماء إذا اشتعلت نار مؤججة في الجانب الثاني. وابن دريد يقول: قلب تقطع فاستحال نجيعا فجرى فسال مع الدموع دموعا ردت على أحشائه زفراته فقضضن منه جوانحا وضلوعا عجبا لنار أضرمت في صدره فاستنبطت من جفنه ينبوعا لهب يكون إذا توجس في الحشاء قيضا ويظهر في الجفون ربيعا. وفي هذا مقابلات كثيرة، مقابلة بين وقت الربيع الذي فيه المطر يمثله الدموع، ووقت القيض وشدة الحر في الصيف ويمثله ما في قلبه من اللوعة والغرام. فلذلك قال: لهب يكون إذا توجس في الحشاء قيضا ويظهر في الجفون ربيعا. وإن شفائي عبرة مهراقة، والعبرة الدمعة، مهراقة أي مصبوبة، وأصل الكلمة مراقة، لكن الألف منقلبة عن همزة، فتلك الهمزة إما أن تنطق ألفا فيقال مراق، وإما أن تبدل هاء فيقال مهراق. وإبدال الهمزة هاء شائع في لسان العرب، ومنه قول عنترة: لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من يقولها. وقول الآخر: ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم لمعت اغتذاء الطير والقوم هجع فهيجت أحزانا وأنت سليم. ولكن الراجح في القراءات أن التسهيل الذي يقرأ به نافع، تسهيل الهمز، هو بين لا بالهاء، والقراءة بالهاء شاذة لأنها مخالفة للرسم، رسم المصحف. والرواية الأخرى: وإن شفائي عبرة لو سفحتها، معناه لو أرقتها فجعل العبرة كالدم الذي يسفح.
فهل عند رسم دارس من معول؟ هنا رجع إلى صوابه وراجع نفسه فقال فهل عند رسم دارس من معول؟ هذا الرسم وهو أثر الدار، وهو من رسم الكتابة أيام أثرها القديم. فهل عند رسم دارس أي قد تغير وأحال من معول معناه من بكاء، والعويل هو رفع الصوت بالبكاء، والمعول معناه التعويل أي رفع الصوت بالبكاء. ويمكن أن يكون المعنى فهل عند رسم دارس من معول معناه ماذا تعول عليه من هذا الرسم الدارس؟ لا يمكن أن يجيبك فيه مجيب ولا أن تجد فيه شفاء من داء، لذلك قال فهل عند رسم دارس من معول. كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل. جاء أيضا كدأبك وجاء كدينك. كدينك معناه كما تعودته، والدين ما يعتاده الإنسان حتى يصبح خلقا لديه، ويطلق الدين على الجزاء، ومنه قول الله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، لأنه اليوم الذي يجازى الناس فيه، فهذه الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. ويقال الديان بمعنى المجازي، ومنه قول الشاعر لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني، ولا أنت دياني معناه مجازي فتخزوني. وفي الرواية الأخرى كدأبك، والدأب بالإسكان والتحريك يقال دأب دأبا أو دأبا بمعنى استمر، وبهما القراءتان السبعيتان. قال تزرعون 7 سنين دأبا، وفي القراءة الأخرى دأبا. من أم الحويرث، وهذه كنية، والأعلام تنقسم إلى 3 أقسام: إما أن يكون العلم اسما، وإما أن يكون كنية، وإما أن يكون لقبا. فالاسم هو ما يسمى به الإنسان عند مولده، ما يطلقه عليه أبواه عند مولده. والكنية مركب إضافي صدره أب أو أم أو نحوهما كذو، وعادة يطلق على التشريف أو الإهانة. والعرب يحبون التكنية، ولذلك يقول الشاعر وأكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. والقسم الثالث هو اللقب، وهو ما دل على مدح أو ذم، فقد يكون مدحا كهاشم لأنه هشم الثريد لقومه، عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاه، فدل على المدح. أو يدل على الذم كبطة، وهو علم سعيد. وأنف الناقة كان قديما يدل على الذم ثم انتقل إلى المدح، فهو لقب جعفر بن قريع. وكان أبوه نحر جزورا في عام شدة، فجاء إخوانه فأعطاهم لحم الجزور يوزعونه، فلم يدرك هو إلا رأس الجزور، فأخذ بأنفها وجعل يجرها بين البيوت، فلقبوه أنف الناقة، فكان ذما لهم حتى مدحهم الحطيئة في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا، إذ تستبيك بمصقول عوارضه حمش لذات ترى في غربه شنبا، إلى أن يقول قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. فجعل هذا الوصف الذي كان ذما مدحا في حقهم: قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. والحويرث تصغير الحارث، وهو علم مسلوب الدلالة، وإن كان الأصل فيه أنه مشتق من حرث، فهو وصف من حرث أو فاعل منه. قبلها أي قبل هذه الحادثة، هذه الحادثة التي هي الوقوف على هذه الدار والبكاء عليها، هو دأبك من أم الحويرث من قبل. وجارتها أم الرباب، جارتها أي مجاورتها، والجارة في لغة العرب تطلق أيضا على الضرة،
يا جارتا ما أنت جارة. الجارة كثيرا ما تكون الضرة جارة، فلذلك يكنون عن الضرة بالجارة. والرباب علم من أعلام النساء، ومأسل اسم مكان، وفيه فتح السين وكسرها. وقد ورد في رواية وجاراتها أم الرباب بمأسل، وحينئذ جاراتها جمع، وأبدل منه أم الرباب، فيكون ذلك من إبدال البعض من الكل، وهذا نوع من البدل معروف. فالبدل قد يكون بدل الشيء من الشيء، وقد يكون بدل الكل من البعض، وقد يكون بدل البعض من الكل. رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. طلحة الطلحات بدل من أعظما، والأعظم جزء من طلحة الطلحات. والعكس صحيح كذلك، وهو المشتهر الكثير في لغة العرب. إذا نقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.